بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في بداية هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم اليومي دروب الهدى، وضيفنا اليوم فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن ولددو، رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا. أهلا وسهلا بكم معنا فضيلة الشيخ. مشاهدينا الكرام، موضوعنا اليوم سيكون حلقة إفتاء مفتوحة إن شاء الله تعالى، نستقبل فيها أسئلتكم واستشكالاتكم سواء عن طريق صفحتنا على الفيسبوك أو عن طريق الهواتف التي تظهر أمامكم تباعا بإذن الله عز وجل. أهلا وسهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ، ونبدأ مباشرة في أسئلتنا. نبدأ بأسئلة الفيسبوك على ما يتصل المشاهدون. أحد المشاهدين يسأل عن عائدات ميزانية التسيير المخصصة للنشاطات التي تبقى بعدها. أحيانا الغلاف مالي يخصص لنشاط معين في بعض المؤسسات الحكومية ويبقى بعده بعض الفائض، كيف يمكن؟ هل هو يعود إلى الميزانية أم أنه للأشخاص الذين كانوا يتولون تسيير النشاط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. دراسات التكلفة والجدوى مبنية على الظنون، ولذلك هي غير قطعية. فإذا أعطي تمويل لمشروع على وفق دراسة من الدراسات، فما فضل عن ذلك المشروع بعد تنفيذه على أكمل الوجوه لا بد أن يرد إلى ميزانية الدولة، وحينئذ يترتب عليه تجويد في الدراسات في المستقبل. أما إذا كتم ذلك فإن الدراسات ستبقى تقدر في تحليقها الهوائي الفضائي الذي ليس له ضابط. وإذا نفذت المشاريع وعرف أن هذا المشروع نفذ على أكمل وجه وأنه بقي بعدما كان مرصودا له المبلغ الفلاني، فإننا إذا درسنا مشروعا مماثلا ستكون دراسته تكلفته ناقصا بما رجع من تمويل المشروع الماضي. جزاكم الله خير. معنا مشاهدة من العيون. أمة الله، تفضلي أمة الله من العيون. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. أولا طالبة من الشيخ الدعاء إن شاء الله تعالى، سيدعو لنا دعاء جامعا ونبه المشاهدين إن شاء الله في نهاية عندي سؤالين إن شاء الله. نعم تفضلي. سؤال عن خروج المرأة بزينتها. والسؤال الثاني، قال لي حد من الشيخ قال طفته في البنات اللي تعود الواحدة عندها 9 سنوات ما تقرأ مع المدارس اللي مختلطة. جيد، دور من السؤال حد. شكرا جزيلا. إذا نأخذ هذه الأسئلة. نعم، بالنسبة للسؤال الأول عن خروج المرأة بزينتها، إذا كانت المرأة تستر ما أوجب الله عليها ستره بأن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها، فهذا هو الواجب عليها. فما كان في داخل الملابس من الزينة مستورا فلا حرج به، لكن لا تسعى لإظهاره ولو بالضرب بالأرض بالأرجل حتى يسمع وسواس حليها، فقد قال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فلم يحرم الله على المرأة لبس الزينة في أي حال، لكن أوجب عليها أن لا تبديها إلا لمن يحل إبداء الزينة له، ولذلك قال: ولا يبدين زينتهن، ولم يقل ولا يلبسن زينتهن. جميل. فلذلك لها أن تلبس زينتها بكل حال في الخروج وغيره، لكن لا بد أن تكون الزينة مستورة، ولا يحل لها السعي لإبدائها ولو بمجرد سماع صوت الحلي، وهو الذي يسمى وسوسة. فقد قال الله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أما ما كان في الوجه والكفين فالراجح أنه هو المقصود بقوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فما ظهر من الزينة ما كان في الوجه والكفين، لأن الوجه والكفين لا يجب على المرأة سترهما. وليس معنى ذلك أن إبداء الوجه والكفين مندوب أو مطلوب شرعا، بل الأحوط ستر كل ذلك ما استطاعت إليه سبيلا، ولكن لا يمكن أن تأثم بإبداء ما أذن الله لها في إبدائه، وهو الوجه والكفان. جزاكم الله خير. تفضل محمد سالم من نواكشوط. محمد سالم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايوه
تفضل. وعليكم السلام، تفضل. دور صالح واحد دعاء من الشيخ. إن شاء الله تعالى. تفضل. صالح دعاء من الشيخ. إن شاء الله تعالى. سوي عن حقيقة السلفية هاي الأشعرية. عن حقيقة السلفية والأشعرية. طيب، بارك الله فيك. تفضل الشيخ من نواكشوط. الشيخ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أطلب من الشيخ الدعاء ونختار نستولوا. أطلب من الشيخ الدعاء أولا. نعم، دعا لكم، تفضلوا. ونختار نستولوا عن هذا المد الشيعي اللي عاد موجود هنا وموريتان، اللي عاد ينتعالوا شهارا نهارا. من درا كان الدولة يلا توقف شرعا ضدهم. جيد، بارك الله فيك. إذا نواصل. نعم، بالنسبة لسؤال الأخت التي اتصلت من العيون. نعم. فيما يتعلق بالمدارس المختلطة، من الأفضل أن تفصل دراسة البنات عن دراسة الأولاد، ولا شك في ذلك، فهو مما يزيد في حيائهن ويزيد في حشمتهن ويحافظ على أخلاقهن وتربيتهن. أما وقد ابتلينا بالاختلاط فأنا ما أصدرت فتوى في هذا الأمر، ولكن نصحت كثيرا من الذين بناتهم يدخلونهن في المدارس المختلطة أن يأخذوا النفع في بدايته ما دامت البنت صغيرة من السادسة إلى التاسعة مثلا، لن تتأثر كثيرا بهذا الاختلاط كما أن هذا الاختلاط أيضا يوجد في البيوت. لكن بعد التاسعة من الأفضل أن تخرج من المدرسة المختلطة إذا وجد لها بديل مثل المعهد الإسلامي لتعليم البنات الذي هو غير مختلط، أو وجد لها بديل آخر حتى تبلغ وتكون راشدة عارفة بأحكامها وما يجب عليها، فهذا أفضل وأكمل. ولا أنكر أن بعض المدارس حتى مع الاختلاط فيها بعض الأساتذة والمديرين الذين يمنعون الاختلاط المذموم وينفعون حتى مع الاختلاط. نعم. تفضل محمد. تفضل من نواكشوط. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام، سامعينكم انتم على الهواء، تفضلوا. سؤالي سؤال عن قضية عرفة اللي يقعد عند مكة، وعندنا احنا إليهم بينهم اختلاف، أيهم يلا نمشي عليه. واضح، بوركت. تفضل حسن من تيجنت. حسن. الو. نعم تفضل، ارفع صوتك شوي يوتو. ايش حالك لباس؟ الحمد لله ما شاء الله، تفضل. ماشي يا لباس؟ بخير ما شاء الله الحمد لله، تفضل. ندور صالح الدعاء من الشيخ. بقاكم الله اجمعين. تفضل بأسئلتك. مختار الشغلة عنه. عندي سؤال عنه. تفضل. حسن يبزون للأسف قطع خط. تكون بالترتيب، يكون أخذ السؤال بعد الجواب. هذا سؤال. نأخذ سؤالا وجوابا، نوقف الأسئلة. لا، ينتظر حتى ينتهي نعم. جواب كل سؤال. نعم. ربما نأخذ هذه المشاهدة ونأخذ هذه الآلية. تفضلي أمينة. أمينة تفضلي. تفضلي أمينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، تفضلي نحن سامعينك. نعم. تفضلي بأسئلتك. مسموع، سامعين. السلام عليكم. وعليكم السلام، سامعينكم، تفضلوا. أنا ما نستمعكم. للأسف يبدون. إذا نكتفى بهذا القدر من المشاهدين حتى نجيب على أسئلتهم إن شاء الله تعالى.
محمد سالم يسأل عن حقيقة السلفية والأشعرية. بالنسبة العقيدة في الأصل هي الإيمان، ما يجب على الإنسان اعتقاده في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يتعلق بهذه الأصول من المسائل. وما كان منها نصيا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله وعرفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مذهبا لأحد. فالمذاهب لم تبدأ إلا بعد أيام الصحابة وحتى بعد أيام التابعين. بعد ذلك ما زاد على هذه الأصول والمسائل المنصوصة من الأمور الاجتهادية التي فيها إما محاولة لجمع ما يوهم التعارض أو محاولة لإجابة بعض الأسئلة العقلية الفلسفية، فهذا اجتهاد. وهذا الاجتهاد جاء الاجتهاد فيه منقسما إلى قسمين: إلى اجتهاد بدعي وهو الذي يخالف النص ويرد على الله ورسوله، وهذا كفر في أغلبه، ومنه ما يكون غير كفر لأنه ليس مصادما للنص ولكن فيه مخالفة للمنهج. فهذا النوع هي مذاهب العقدية المنحرفة مثل المعتزلة ومثل الجهمية ومثل القدرية ومثل الجبرية وغيرها. أما الاجتهاد الموافق لأصل النص أو الغير الخارج عن المنهج فهذا الذي يسمى مذاهب أهل السنة في الاعتقاد. وهذه المذاهب اشتهر منها ثلاثة: هي مذهب أهل الحديث الذي يسميه الناس الآن بالمذهب السلفي، وليس له إمام معين ينسب إليه هذا المذهب، لكن اشتهر من أئمته مثلا أحمد بن حنبل وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري والدارمي وابن خزيمة أبو بكر واللالكائي وغيرهم من الأئمة، الصابوني وغيرهم من الأئمة. وقد تركز هذا المذهب فيما بعد عصر أتباع التابعين وأتباعهم في أتباع الإمام أحمد، فلذلك أصبح يشتهر بمذهب الحنابلة مع أنه لا يختص بالحنابلة، بل عليه كثير من أهل العلم من مختلف المذاهب، وعليه أهل الحديث. المذهب الثاني هو مذهب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وهو شافعي في الفقه، ولكن له مذهبه في الاعتقاد. كان أولا معتزليا فرجع عن ذلك إلى مذهب السنة، وقد اجتهد في هذه المسائل ولم يخرج عن المنهج. وهذا الاجتهاد بالضرورة لا بد أن يكون فيه خطأ وفيه صواب كالاجتهاد الذي سبقه أيضا. والمذهب الثالث مذهب أبي منصور الماتريدي، وهو في الفقه على مذهب أبي حنيفة، وله مذهب مستقل في الاعتقاد وهو قريب من مذهب أبي الحسن الأشعري، وبينهما تقريبا 24 فرقا. فهذه حقيقة المذاهب الثلاثة هي مذاهب أهل السنة في الاعتقاد. وهذه المذاهب مثل المذاهب الفقهية مثل المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي في الفقه. اتسعت صدور الأمة لوجود هذه المذاهب وللتعبد على أساسها، ولم يلم أحد أحدا إذا اقتفى أحد الأئمة المتبوعين من أئمة أهل السنة في المجال العملي التعبدي وغيره، في المعاملات، في العبادات، في التركات، في غيرها. كذلك المذاهب العقدية، لأنهم متفقون جميعا على هذه الأصول، وإنما يختلفون في الأمور التي يمكن أن يختلف فيها الاجتهاد، وحينئذ لا يمكن أن يلام أحد منهم، فمن أصاب منهم له أجران ومن أخطأ له أجر، وكل مجتهدون ولم يخرجوا عن المنهج، لكن فيهم مصيبون ومخطئون. نعم. جميل. سؤال أحد الإخوة الشيخ يسأل عن المد الشيعي والدعوة. نعم، بالنسبة للمد الشيعي يمثل خطرا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآن، لأنه ما دخل بلدا إلا أثار فيه فتنة وحربا، ولذلك فإن هذا المد يأتي بالإكراه وبالترغيب والترهيب. فبداية سيطرة المذهب الإمامي على إيران كان بفعل الإكراه، أن أحد أمرائها وهو من ذرية صفي الدين الأردبيلي وهو شافعي من أئمة الشافعية، أحد ذريته وهو حيدر إسماعيل فرض المذهب الإمامي الرافضية على سكان
فارس، وقاتل عليه وقتل أعدادا هائلة من الناس، وفرضه أيضا في العراق، وقتل أعدادا هائلة من علماء أهل السنة، وتبعه على ذلك الملوك من ذريته. فكانت الدولة الصفوية تفرض هذا المذهب بالإكراه، ووقفت ضد الدولة العثمانية، ووقفت مشروعها في الفتح الذي كان مستمرا في أوروبا، وقد فتحت كثيرا من بلدان أوروبا الشرقية وأيضا من بلدان آسيا. فكانت الدولة الصفوية سببا لضعف الدولة العثمانية وتوقف فتوحاتها. هذا المد الآن يريد السيطرة من جديد بتصدير الثورة الإيرانية إلى مختلف البلدان، وهو يأخذ طابعا قوميا فارسيا في أغلبه. وأيضا عقيدة الإمامية مبناها على أن للمسلمين 12 إماما معصوما تجب طاعتهم جميعا، ويحل لهم أن يخالفوا القرآن والسنة، ولهم أن يفتوا بما ينسخ الكتاب وينسخ السنة. وهذا القول بذاته إذا عرف الإنسان لوازمه وقال به فإنه كفر مخرج من الملة، فليس لأحد أن يرد على الله ولا على رسوله، وليس في هذه الأمة معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والادعاء أن فيها من يمكن أن يخرج عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله كفر. فقد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكذلك من عقائدهم أن القرآن غير محفوظ ولا معصوم، وأن لديهم مصحفا آخر يسمى مصحف فاطمة فيه سورة الولاية، وأن الولاية ركن من أركان الإيمان، وأن موالاة البيت ركن من أركان الإيمان، فيجعلونها مكان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا كذلك الكفر، لأن زعم أن القرآن غير محفوظ وقد حفظه الله وتعهد به بكتابه وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تكذيب لله جل جلاله وكفر. كذلك من عقائدهم زعم أن الصحابة كفروا إلا 6، ولذلك يعادونهم جميعا ويلعنونهم، ويلعنون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، ولا يبرئون عائشة ما برأها الله منه بل يتهمونها به، وهذا كفر صريح كذلك. وكذلك من عقائدهم عقيدة الرجعة، فهم يرون أن الذين ماتوا في العصور التي مضت سيخرج عدد منهم من قبورهم، وأنهم سيضربون الناس بأسيافهم بين الصفا والمروة، وأنهم سينبشون قبر أبي بكر وقبر عمر ويرجمونهما. وهذه سفاهات وكفر، فإن الأموات من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون كما أخبر الله بذلك في كتابه. ومن زعم هذه الرجعة في الحياة فقد كفر، كذب القرآن. وكذلك من عقائدهم زعمهم أن التقية واجبة، وهي أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، وهذا هو النفاق. والنفاق حرام وهو أشد من الكفر، لأن الله قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهذه المذاهب الباطلة هي التي يروج لها دعاة الرفض من الإمامية في كل بلد. ومن المؤسف أن هذا المذهب انتشر الآن بالترغيب أيضا، فقد قامت دولة إيران وتجار لبنان بالسعي إلى نشره في غرب إفريقيا ووسطها، وأيضا وصلوا به إلى مناطق شتى من العالم. وما نسمعه اليوم من الفتنة في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي بلدان الخليج التي فيها أقليات إمامية، كله من عمل هؤلاء وإجرامهم الذين يريدون إثارة الفتنة وقتل الناس. نعم. من فضل الشيخ هنا يطرح سؤال آخر، وأن هذه الأمور الأقوال التي ذكرتم والأفعال التي يفعل هؤلاء كثير منها مخرج من الملة، في حين نجد المؤلفين في كتب الملل والنحل وفي الطوائف الإسلامية لا يوردونهم في طوائف الإسلام المسلمين ولا يخرجونهم منها. نعم. بالنسبة للطوائف من الصعب جدا تكفير طائفة بكاملها. نعم. لكن من قال هذا الاعتقاد فهو كافر. لكن الطائفة يكون فيها جهال وفيها مقلدون وفيها معذورون بعدم بلوغ الحجة، فلذلك التكفير له شروط وله موانع.
فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع في حق الشخص بذاته فالحكم حينئذ حكم قضائي تترتب عليه أحكامه من استتابته والتفريق بينه وبين زوجته إن كانت مسلمة وعدم ميراثه إن قتل على ردته وهكذا. فهذه أحكام فقهية تابعة للحكم القضائي، وهذا الحكم لا يمكن أن يطبق على، نحن الآن إذا قلنا أن هذه الأقوال كفر ليس معنى ذلك أنه يجوز للمسلمين قتل كل رافضي وكل من يقول هذه الأقوال، بل الفرد منهم حينئذ يجب محاكمته. وهذا يتعلق بالفرد لا بالطائفة، فلا يمكن أن تحاكم طائفة، هذا غير ممكن. فالتكليف فردي والخطاب فردي، حتى في القيامة يقول الله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ويقول يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. لكن هذه الأقوال من قال بها وصدق بها فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. أحد المشاهدين. فلذلك يجب على الدولة، على كل دولة إسلامية أن تقف في وجه هذا المد، وأن تردع من قال به، وأن تحاكمه، وأن تحكم عليه بما يستحقه شرعا، وأن تمنع توزيع كتبهم وبرامجهم وما يقدمونه من الهدايا المشروطة، أيضا حتى المساعدات للدولة إذا كانت مشروطة أو كانت تؤدي إلى السكوت عن مثل هذا الكفر البواح فلا يحل للدولة أخذها. جميل. في إطار التطورات الحالية والأحداث الواقعة، أحد الذين أرسلوا إلي رسائل عبر الفيسبوك يسأل عن فتوى تتداول الآن على صفحات الفيسبوك تنسب إليكم، أو رسالة تنسب إليكم، هل طلعتم عليها وهل هي فعلا رسالة إلى الملك؟ نعم، بالنسبة للرسالة صحيحة، وهي رسالة تأييد ومساندة لعملية الحزم. نعم، عاصفة الحزم. نعم. وهذه الرسالة المقصود بها التأييد في هذه القضية بذاتها بعينها، وهي قضية شرعية، وهي نصرة المظلومين الذين أوجب الله على الأمة الإسلامية جميعا أن تنصرهم، فإذا لم يفعل ذلك أحد منها أثمت الأمة كلها، ومن قام بذلك كان قائما بفرض كفاية عن الأمة، فيجب على الأمة تشجيعه وتأييده على ذلك. وقد قام ملك المملكة العربية السعودية ونظامها كله بفرض كفاية حينئذ، وكذلك من تحالف معهم في هذه العملية قاموا بفرض كفاية عن الأمة. فإن الله قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون، والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والميليشيات الحوثية قد احتلت الجامعات وشردت أهلها، جامعة الإيمان وجامعة العلوم والتكنولوجيا احتلت وانتهبت وأخذ كل ما فيها، وأحرقت مكتباتها الضخمة العامرة، وأحرقت دور القرآن والمساجد، 14 دار قرآن في مقاطعة عمران وحدها. المعاهد في صنعاء وفي غيرها من المدن اليمنية أحرقت هذه المعاهد، واختطف كثير من مديريها وأساتذتها، قتل كثير من طلابها، يقتل الناس في المساجد وتقصف، يقتلون في المسيرات والمظاهرات، هدمت دور العبادة. هذا التنكيل والبطش والإفساد في الأرض يجب على الأمة أن تقف في وجهه، ويجب عليها أن تؤيد من وقف في وجهه. فنحن انطلاقا من هذا الواجب الشرعي أيدنا الذين قاموا بعملية عاصفة الحزم تأييدا شرعيا منطلقا من واجب شرعي. جزاكم الله خير. نأخذ مشاهدا جديدا. بداه محمد نواكشوط، تفضل بداه. ايه تفضل. الو. نعم تفضل. الو، انت مش عارف مغربا؟ الحمد لله ما شاء الله، تفضل. طالب من الشيخ صالح الدعاء بتحديد دعاء بحسن الخاتمة. سلم عليه حتى وحبه بالله. تفضلوا إذا عاد في السؤال. ما في سؤال إلا بارك الله فيك، شكرا جزيلا. في حد آخر شباب؟ إذا أحد المشاهدين يسأل عن تعدد عرفة، هذا رؤية عرفة والله زاد يوم بالنسبة ليوم عرفة
هو اليوم 9 من شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة يختلف دخوله باختلاف البلدان لاختلاف المطالع واختلاف أيضا وسائل النقل والإخبار. فإذا اختلف الليل والنهار بيننا هنا وبين عرفة مثلا، كان فرق التوقيت 3 ساعات مثلا، فلا بد من اعتبار ذلك. فلا يحل للإنسان أن يصلي صلاة الظهر هنا على توقيت أهل عرفة، ولا أن يصلي صلاة العصر على توقيت عرفة، ولا صلاة المغرب، ولا صلاة الفجر. فهذه الصلوات موقوتة بحسب البلد الذي أنت فيه، وقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والصوم تابع للصلاة فيما يتعلق بالأوقات وغيرها. فلذلك إذا كان يوم عرفة بالمملكة العربية السعودية يبدأ مثلا عند الساعة 5 بعرفة، وهي الساعة 2 بتوقيت نواكشوط، فلا يجب على الإنسان الذي يريد الصوم أن يصوم مع الصائمين بعرفة في مكة، أن يكون صومه من الساعة 2 ليلا. وإذا كان إفطارهم هناك سيكون عند الساعة 6 مساء، أي الساعة 3 بتوقيت نواكشوط، فلا يحل للصائم أن يفطر الساعة 3 بتوقيت نواكشوط. فإذا لا بد من مراعاة فرق التوقيت. وعلى هذا يمكن أصلا أن يقع الخلاف في الثبوت، فيكون اليوم 9 عندنا هنا هو اليوم 10 وهو اليوم 8 برؤية أهل مكة. وإذا تباعدت الأمصار جدا فأهل العلم مختلفون فيما يتعلق بعموم الرؤية. المشهور في المذهب المالكي أن الرؤية إذا ثبتت تعم البلدان كلها، وهذا الذي قاله خليل رحمه الله في المختصر، حيث قال: وعم إن نقل بهما عنهما، أي عم الخطاب به سائر البلدان إن نقل بهما، أي بالعدلين أو المستفيضة عنهما، أي العدلين والمستفيضة. وقد قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: إلا إذا تباعدت الأمصار جدا كإفريقية من الأندلس، وقال آخرون كخراسان من الأندلس، خراسان إيران والأندلس إسبانيا، وإفريقيا تونس والأندلس إسبانيا. فإذا تباعدت الأمصار فاختلف التوقيت، فحينئذ لا بد من مراعاة فروق التوقيت. ومن الشافعية من يرى أن الأمر راجع إلى ولاية الوالي، فأهل كل بلد إذا كانوا تحت إمرة إمام واحد فإن لهم رؤيتهم. وقد بوب على ذلك النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، فقال: باب لكل أهل بلد رؤيتهم. قد أخرج مسلم في الصحيح حديث كريب مولى بن عباس إنما أرسلته أم الفضل لبابة بنت الحارث، وهي أم أولاد العباس بن عبد المطلب، إلى معاوية بالشام، فجاء إلى المدينة فسأله ابن عباس قال: بما رأيتم الهلال؟ قال: رأيناه بالجمعة وصام معاوية وصام الناس. فقال ابن عباس: لكن نحن رأيناه بالسبت، فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة 30. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيمكن أن يكون قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحالة إلى حديث مخصوص عنده في هذه المسألة ولم يحدث بلفظه. ويمكن أن يكون المعنى أنه هكذا فهمنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وهذا الحديث هو المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. نأخذ السلطانة. تفضلي السلطانة من نواكشوط. تفضلي السلطانة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا عليكم. سلم على الشيخ دار الدعاء، مرسيته بالدعاء. عندي سؤال. والله أنا دائما لأن أصلي ليش نصلي بدون شفاء مباشرة، خايفة ما نوعها. إلين نوعها أقابل الليل نبغي نعرف النابلة عاقب غاش. إياك ما عندها مشكلة بيجي لين تبشر عاقب الوتر. واضح. عندي سؤال ثاني مالي أخبار الدجاج هذا. أخبار ايش؟ أخبار الدجاج. اللي منه يلا يعود بايح إلا تعميله، واللي منه ما هو بايح. دجاج المستوى. ومصيته للدعاء وحبوه بالله. بارك الله فيك. إذن نأخذ سؤالا من أسئلة الصفحات حتى لا يطغى علينا أصحاب المكالمات قبل ذلك بدون فيه مشاهد. عبد الله يتفضل. عبد الله من نواكشوط. عبد الله يتفضل. عبد الله يتفضل. عبد الله يتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل.
الخير. تفضل. عندي سؤال. نختار من علامك الله عمره. هاي طحنا قضيتها الميتر. صوصة. وهاي المسابقات اللي حالا اللي طارئة من مسابقاتها ما أسمعنا السؤال بعد بشكل واضح. شركات الاتصال وغيرها اللي تعود فيها القرعة. قرعة. طيب واضح. بارك الله فيك. إذا إحدى المشاهدات تسأل عن تشقير الحواجب. بالنسبة لشعر الحواجب حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نتفه وإزالته وسمى ذلك نمصا ولعن فاعلته، فبين علة ذلك أنها تغيير خلق الله. فالتشقير وهو الصبغ ليس إزالة، تعتبر المادة التي حصل بها التشقير. فإن كانت هذه المادة مهلكة للشعر تضعفه حتى يسقط في المستقبل فهو من النمص المحرم. وإن كانت هذه المادة كالحناء لا تزيل الشعر وإنما تبقى عليه مدة فيبقى لونه مثل لون البشرة ثم تزول عنه فيرجع الشعر إلى أصله فلا حرج في ذلك. فالحناء ليست من تغيير خلق الله، ولذلك أحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حرم الوشم. والفرق بين الوشم والحناء أن الوشم ثابت لا يسقط ولا يتغير، والحناء تتغير مع الوقت. هذا الفرق بين الحناء والوشم. فلذلك ما كان ثابتا فهو التغيير لخلق الله، وما كان متغيرا فإنه غير تغيير لخلق الله. جميل. سلطان قالت عنها أحيانا. نعم. بالنسبة لمن يوتر أول الليل لأنه يخاف أن لا يستيقظ، إذا استيقظ في أي ساعة من الليل فله أن يصلي ما شاء من النوافل ولا يمنعه وتره الذي تقدم، لأنه ما قصد أن يوتر قبل نفله، فلذلك يصلي ما شاء من النوافل وليس عليه وتر آخر، بل وتره هو الوتر السابق. وهذا مذهب الجمهور، وقد خالف في ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فرأى أنه يبدأ أولا بركعة تشفع له ركعته الماضية، ثم إذا انتهى أوتر بركعة أخرى. ولكن الراجح هو ما ذكرناه سابقا، أنه قد أوتر في تلك الليلة ولا وتران في ليلة، وما صلى بعد ذلك من النوافل لا حرج فيه. المسابقات هذه المتعلقة بشركات الاتصال اللي أحيانا تكون فيها قرعة وأحيانا أمور مثلا ما. بالنسبة لشركات الاتصال إذا كانت مثلا تهدي هدية للتشجيع على الزبونية وأقامت لذلك هدايا وأرادت توزيعها، فأرادت أن توزعها على طريقة المسابقات، إذا كانت هذه المسابقات علمية مفيدة فلا حرج في المشاركة فيها، وللإنسان أن يأخذ السبق الذي تدفعه الشركة. وإذا كانت المسابقات غير مفيدة لم تكن علمية وإنما كانت في أمور تافهة لا يستفيد منها الإنسان شيئا، فهذه لا يؤخذ عليها السبق. وكذلك إذا كانت المسابقات مشروطة براجع مادي، مثلا تشترط لمن يشارك دفع مبلغ معين في الاتصال أو شراء الاتصال بأغلى من سائر الاتصال المعهود، فحينئذ يكون ذلك محرما، لأنه أصبح تمويل المسابقة السبق مأخوذا من المشاركين، وهذا ميسر لأن بعض الدافعين قد لا ينجح، فيكون التعويض لأولئك من أيدي أولئك الخاسرين، فيكون هذا ميسرا. وقد حرم الله الميسر وجعله مع الخمر سواء، فقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. جزاكم الله خير. تجاوزنا السؤال. السلطانات الدجاج هذا قالت عنه شنو حكمه بعض المستورد؟ نعم. بالنسبة للدجاج المستورد المثلج من الخارج ينظر إلى البلد الذي قدم منه، فإن كان قادما من بلد إسلامي أهله يذكون فلا حرج فيه وفي استعماله، مثل ما لو استورد الدجاج مثلا من تركيا أو من البلدان التي هي إسلامية في جمهور سكانها. أما إذا استورد من بلد أوروبي أو أمريكي من البلدان التي ليس سكانها يتقيدون بذكاته، مثلا غالبية أهلها من المسيحيين، فالمسيحيون قاعدتهم وعقيدتهم أن ما كان لقيصر لقيصر وما كان لله لله، ومعنى ذلك أن ما كان لقيصر هو ما تغلب عليه، ما تغلبت عليه الدولة يترك لها
من أمور الدين، وما لم تتغلب عليه الدولة هو الذي يتدخل فيه الدين. والزكاة كانت تابعة للكنيسة لأنها من شأن الدين، ثم تنازلت عنها الكنيسة حينما غلبت عليها الدولة فأصبحت تابعة للكانسل أو البلدية، فلذلك لا يعتنون بها ولا يهتمون بالذابح، سواء عندهم من كان مسلما أو سيخيا أو هندوسيا أو لا دينيا أو ملحدا، فالجميع يذكون وهم يعملون في شركات الإنتاج. وبالأخص إذا عرفنا أن شركات الإنتاج تنتج كما هائلا، ولا يمكن أن يكون المذكون في الشركة جميعا يتقيدون بالزكاة الشرعية، فلذلك لا يعتني النصارى بالزكاة. فكل بلد جمهور أهله نصارى أو كل شركة تابعة للنصارى فإن اللحوم المستوردة منها سواء كانت دجاجا أو غير دجاج غير مذكاة، حتى ولو كان فيها بعض المسلمين الذين يذكون، لأنه إذا اختلطت المذكاة بالجيفة حرم الجميع، ولو كانت المذكاة غالبة فالعبرة في هذا الجانب ليس للغالب وإنما هو لجانب الحظر، فجانب الحظر مقدم على جانب الأمر. فإذا كانت لدينا 1000 دجاجة فيها دجاجة واحدة غير مذكاة ذكاها غير أهل للذكاة، مثلا ذكاها هندوسي أو سيخي أو ملحد أو لا ديني أو مجوسي، فجميع ذلك الدجاج الذي اختلط بها ولم تتميز من بينه نجس. بالإضافة إلى طريقة الذكاة الدجاج بالخصوص وغيره من الحيوانات، فهم يصعقون هذه الحيوانات قبل الذبح لتجرى لها العملية وهي مخدرة. هذا الصعق الكهربائي هو مثل التخدير الذي يجرى للإنسان قبل العملية الجراحية المنج. والتخدير بالنسبة للإنسان لا بد قبله أن يمر باستشاري أو اختصاصي في التخدير ليعلم هل هو متحمل للتخدير أو لا، وكم نسبة التخدير الذي يحتاج إليه هذا الإنسان. مثلا الدجاج لا يمر بأخصائي تخدير، وكذلك الحيوان، ولا يعرف القدر الذي يميته من الصعق، فبعضه يموت بالصعق الكهربائي أصلا قبل الذكاة. وأيضا ذكاته تكون جمعية لا فردية، فتربط أرجله في عمود طويل، وهذا العمود يتحرك بالكهرباء فيمر بالسكين، والذي يحرك الكهرباء هو صاحب الزر الذي يضغط عليه. جميل. فقد تصادف السكين التي تمر بها الدجاج، السكين ثابتة والدجاج هو المتحرك، قد تصادف السكين مكان الذبح وقد تصادف مكانا آخر، فالعبرة عندهم بالموت لا بالذكاة. الأحواط لا أحد. نعم، فلذلك يترك بالكلية، لا يحل بيعه ولا شراؤه ولا استيراده ولا أكله، وهو كله حكمه حكم الميتة والجيفة. طيب، لماذا التداوي؟ أحد المشاهدين يقول عن لماذا التداوي ليس واجبا؟ التداوي ينقسم إلى قسمين، إلى تداوي واجب وتداوي مسنون. فالتداوي الواجب هو ما خيف بتركه هلاك أو شديد أذى، فمن خاف الهلاك إذا لم يتداوى أو خاف شديد أذى كفقد إحدى الحواس إذا لم يتداوى وجب عليه التداوي. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ينزل الله داء إلا وأنزل له دواء فتداووا عباد الله. وهذا أمر بالدواء. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الأمر قال بعض أهل العلم: الأمر للوجوب في أمراض القلوب وللندب في أمراض البدن، ولكن هذا ليس على إطلاقه، فأمراض البدن منها ما يجب التداوي منه، كما يمنع الإنسان من أداء عبادة أو يؤدي إلى هلاكه أو فقده لإحدى الحواس الخمس، فهذا كله يجب التداوي منه، وكذلك ما يزيل عقله من باب أولى. جميل. حدود العلاقة بين الخطيبين وما يجوز في ذلك وما يحرم. بالنسبة للخطيب قبل أن يعقد له عقد النكاح لا تحل له الخلوة بمخطوبته ولا التلذذ بها بأي وجه من الوجوه، سواء كان ذلك بكلامها أو النظر إليها، بل يجوز له فقط النظر إلى ما يرغبه فيها من رؤية الوجه والكفين، وكذلك الكلام في غير ريبة، وأن لا يكون بخلوة بل يكون بحضرة أمها أو أختها أو قريبتها أو أخيها، فلا تحل لهما الخلوة ولا يحل لهما الكلام الذي فيه ريبة وتمتع، فذلك ممنوع. نعم. من حدود الربح في البيع والشراء. الربح ينظر فيه إلى المادة، فالله سبحانه وتعالى جعلنا خلفاء في الأرض، وجعل وصول المنافع التي يحتاج إليها الناس هي ما ضمن الله لآدم في الجنة
عندما قال إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فهذه الأربعة هي أصول المنافع. فإذا عمل الإنسان ما يحقق منفعة من هذه المنافع فله أن يربح بدون حدود، كالذي يزرع فما قطعته من مزرعتك لك الحق أن تبيعه بما شئت أنت. وكذلك الذي يصنع للناس لباسا أو بناء أو ما يحتاجون إليه فله الحق أن يبيعه بما شاء. ومثل ذلك الذي يستورد المصنع فيجلبه ويأتي به، فهذا يبيع بما شاء، وليس للدولة التسعير في حقه وليس للناس ذلك. فقد أخرج الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقلنا يا رسول الله سعر لنا، فقال: إن الله هو الحي القيوم الخالق الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله غدا وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في نفس أو مال. لكن ما جلبته الدولة لها الحق أن تسعره، وما صنعته مصانع الدولة لها الحق أن تسعره. ومثل ذلك أيضا إذا كان السوق منتظما على سعر معين فجاء من يريد رفع السعر على الناس أو يريد خفضه، فللدولة أن تمنع ذلك لما فيه من الفوضى. هذا هو المشهور. وقد ذهب ابن رشد من المالكية، أبو الوليد ابن رشد الكبير صاحب بيان وتحصيل المقدمات والفتاوي، إلى أن الرفع ممنوع وأن الخفض مباح. وقد قال الشيخ محمد علي العدود رحمة الله عليهما: بحبس ما اشتريته بالبلد للربح الاحتكار في البيع احددي، وأنت منه مطلقا في توسعه في ساعة وامنعه في غير الساعة، لا فرق في ذلك بين القوت وغيره في سائر الوقوت، وصانع وزارع في أرضه وجالب لقوته وعرضه باعوا وامسكوا كما قد شاءوا، وربنا يفعل ما يشاء. أما الذي احتيج إلى ذات يده باع بسعر وقته في بلده. وقل لمن أراد ترخيصا بيعي كما يبيع الناس أو فارتفعي، كما رواه مالك عن عمر، لذاك قال بعض من تأخر يمنع ترخيص القليل إن أضر باعت الأسواق رفعا للضرر. وصاحب البيان سام بالغلط من لام من سامح في البيع وحط، وقال بل مشكور ومأجور وإنما يزجر من يجور. يجور يزيد. نعم. جزاكم الله خير. بقي دقيقة واحدة، فضيلة الشيخ تختمون لنا بالدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لجميع السامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات والقائمين على هذه القناة. اللهم اغفر لهم أجمعين ووفقهم وسددهم وأصلحهم وأصلح لهم دينهم ودنياهم، وأصلح أهليهم وذرياتهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا بها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ تقبل الله منا ومنكم. مشاهدينا الكرام، نشكر باسمكم فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن ولد دو رئيس مركز تكميل العلماء على حضوره معنا اليوم وإجاباته الشافية والكافية على أسئلتكم. لكم أنتم أيضا جزيل الشكر وعظيم الامتنان، وإلى حلقة يوم غد نستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.